اهلا بيكم. النهارده معانا طريقه بلح شام اقتصاديه وسهله من غير قمع ومن غير اي حاجه. هي كوبايه ميه وكوبايه دي هتعملي انجح واحلى بلح شام ان شاء الله ينول اعجابكم. معانا طاسه على النار فيها كوبايه ميه مغليه، يعني تحطي كوبايه ميه فنجان اللي تعايري بيه الميه تعايري بيه الدقيق، تغلي على النار، تنزلي عليها بكوبايه دي وهي بتغلي، وبعد ما تنزلي بكوبايه دي بتطفي النار وبتفضلي رايحه جايه بالمعلقه كده لحد الميه ما تشرب العجين، الميه ما تشرب الدقيق. تاني راحة جاية بيها كده، تيجي على رخامة نضيفة زي ما انت شايفة كده وهي لسه سخنة، بتفضلي تعجني فيها لحد العجين الخليط يعني ما يتجانس، الدقيق والمية ما يتجانس، يبقوا عجينة ايه ناعمة كده. لو وصلت لحد هنا متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتعملي لايك لاختك كده. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي فيها كل الوصفات السهلة اللي على قد الايد اللي ممكن في امكانيات اي حد يعني. اتمنى تشرفوني. هنا قسمت العجينة نصين، حطيت على نص كاكاو، الكاكاو بتخليها طعمها جميل يشبه الشوكولاتة، وبتفضلي تدمجي الكاكاو كده رايح جاي بالعجينة اهي بس لحد ما تختلط. طبعا الرخامة نضيفة خالص يا جماعة، يعني ما تقلقوش. ماشي، انا هنا بليت ايدي ميه عشان حسيت ان الكاكاو خلت العجينة ايه يابسة كده ناشفة. بليت ايدي ميه كده ومشيت على العجينة لحد ما تندمج معاها، يعني كده تبقى لونها بني. الكاكاو بتاعتي لونها فاتح، ممكن تستخدمي لون غامق شويه تبقى العجينه غامقه شويه. تمام، ما تفضلي تكوري فيها كده كل الكور قد بعضها، كل الكور قد بعضها، وهتشكليه بمنتهى السهوله، مش هتحتاجي حتى اللي هي القمع دي. اصبري بس معايا لاخر الوصفه. بتقطعيها كده وبتقدري تشكليها زي ما انت عايزه. انا دلوقتي اشكلها من حاجه موجوده في البيت، مصفى وطبق كده فيه تعريجات كده، ان شاء الله تبقى سهله يعني. خليكي معايا بس خطوه بخطوه، خلي عندكم صبر بس كده، ان شاء الله تشوفوا الوصفه للاخر وتعجبكم. بصي، بتقطعي العجينه كور كور زي ما انت شايفه كده قد بعضها كده عشان تطلع كلها سوا واحد. ماشي، وما تنسيش انك تقفليها من الجنب جامد. هوريكم ازاي عشان دي كانت غلطه مني، فتحت في الزيت. ماشي اهي، بصي كده كورناها كلها قد بعضها، الكور كلها قد بعضها. هنجيبه، بصوا هنا الطبق ده عندي بيعمل تعريجات، والمصفى اللي انتوا شايفين. باخد اول كوره كده، بصي بمشيها كده وبلفها على ايدي. بصي لازم تقفلي من هنا جامد، بتقفليها من تحت عشان ما تفتحش معاكي في الزيت. فتحت معايا فانا بقول لك اقفليها جامد. وهنا استخدمت المصفى فيها تعريجات حلوه برده وشكل جميل، هو مش واضح قوي عشان انا مسرعه الفيديو. زيت سخن على النار، بننزله بالمقرمشات بتاعتنا بلح الشام. طبعا بتكوني عامله الشربات عباره عن كوبايه ميه، كوبايه سكر، كوبايتين ميه، عصره ليمون، ونسيبها على النار هاديه 5 دقايق. ماشي، يبقى هو بارد او بلح الشام سخن يا العكس، وتنزلي بيه وهيبقى احلى بلح شام هتاكليه في حياتك. ماشي، هنا حمرنا البلح الشام عادي خالص. بص هنا بحط تاني الكمية، كانت الشربات معايا بارد عشان ده هيبقى سخن يعني هنزل بيه على طول. تمام، بصوا دي النتيجة النهائية. بصوا شكله جميل ازاي، بصوا البني شكله جميل ازاي، مقرمش وجوسي من جوه. بصوا انا كنت عايزة اسمعكم القرمشة بس معلش انا بمنتج دلوقتي. مقرمش من بره وطري من جوه، جميل جميل جميل. لما تحط عليه كمان الشربات كده احلى حالة في 5 دقايق هتعجب ولادك، وان شاء الله هتدير عليها. لو الوصفة عجبتكم لايك وشير، مع السلامة.